اتحاد الكرة للسنة العشرة أو للمرة العشرة على التوالي بيوافق على جدولة ديون النادي الزمالك، تكسيرا بقى للوائح والقوانين وزي ما تقول قول. وانا هنا مش بهاجم النادي الزمالك عشان الناس الزملكاويه اللي بتسمع، بالعكس انا مش انا يعني انا داعم كبير جدا للنادي الزمالك، لاني عايز نادي الزمالك يرجع تاني بنفس قوته بس بشكل قانوني تنفيذا للوائح، وان يتم تطبيق العداله في كل حاجه خاصه بمنظومه الكوره في مصر. انا شايف ان اللوائح والقوانين ما بتطبقش الا على الاهلي بس في مصر. يعني اللوائح اتحاد الكوره تمسك بيها بشده لما النادي الاهلي انسحب من ماتش الزمالك، وكانت اللائحه هنا بتنص على ان النادي الاهلي ما يشاركش في كاس العاصمه، وتمسك بيها قوي، والاهلي اتحرم من كاس العاصمه والمشاركه في كاس العاصمه. طيب ليه بقى الكلام ده ما بيطبقش على بقيه الانديه؟ ليه على الزمالك بس بيتم التجاوز وبيتم تكسير اللوائح وبيتم الموافقه على جدوله وكل الكلام ده؟ في نفس الوقت النادي المصري راح لاتحاد الكوره عشان يأيد لاعب جديد عنده، فاتحاد الكوره قال له انت عليك حظر قيد عشان عليك فلوس. طب ما هو الزمالك انتوا عملتوا له موافقه على اعاده جدوله؟ لا. طب ايه الحل دلوقتي؟ راح المندوب بتاع النادي المصري على طول الاستاذ كامل ابو علي، شرح له الموقف، خد منه شيك ورجع بيه لاتحاد الكوره عشان يوافق على قيد اللاعب. لكم ان تتخيلوا اللي بيحصل. في نفس الوقت